في وسط العالم المزحوم بالتكنولوجيا الرهيبة والمنتجات السمارت، ظهرت ساعة جديدة ومختلفة وهي CMF واتش برو 2 اللي بتتميز بالشياكة والأناقة والبساطة وكل حاجة حلوة تقدر تتخيلها. حتى السعر، طلعت الساعة دي وسط العمالقة الكبار زي ساعات أبل وسامسونج وجوجل وواوي، وبعكس المتوقع ما تقالش عليها نص كلمة. وبغض النظر عن إن في ساعات كتير موجودة مش محققة أي نجاح تقريبا، بس الساعة دي من قبل ما تظهر وهي عاملة ضجة كبيرة جدا. أهلا بيكم ويلا بينا نتعرف على شركة ناثينج والساعة الجديدة CMF واتش برو 2. شركة ناثينج اتأسست سنة 2020 واللي أسسها هو كارل بي، وهو الشريك المؤسس السابق لشركة وان بلس. الفكرة في ناثينج إنها تقدم منتجات زي الموبايلات والساعات الذكية والسماعات، بس بطريقة مختلفة وغريبة ومش موجودة تقريبا. ومن ساعة ما اتعملت الشركة دي وهي بتنزل كل الأجهزة بخامات وإمكانيات ممكن نقول إنها من فئة متوسطة لفلاج شيب، يعني أسعارها مش رخيصة. وفجأة قالوا إحنا عاوزين نخاطب الناس اللي بتجيب الفئة الاقتصادية. طب نعمل إيه؟ ما نزلوش منتجات اقتصادية وخلاص زي الناس، لا، راحوا عاملين شركة تانية خالص اسمها CMF by Nothing. كلمة CMF يعني Color Material Finish، يعني من الآخر اهتمامها الأول والأخير هيكون بالتصميم والأداء المحترم. شركة CMF اتعملت تقريبا السنة اللي فاتت وعملوا ساعة وسماعة بلوتوث، بس الاختلاف ساعتها كان في تصميم العلبة بتاعة الساعة وتصميم السوفت وير بتاعها. وجوم السنة دي بقى وقالوا إيه؟ هنوقف على كده؟ لا طبعا، وراحوا نازلين بالجديد. عملوا السنة دي بقى 3 حاجات أجمد من بعض، اللي هم موبايل اسمه CMF فون 1، وسماعة اسمها CMF بادز برو 2. ولو عاوزين تعرفوا عنهم معلومات أكتر اكتبوا لنا في التعليقات. ده غير بقى الساعة CMF واتش برو 2. الساعة دي بقى مختلفة جدا جدا جدا، يعني لو دورت كويس مش هتلاقي ولا التصميم ده ولا الفينش ده ولا الألوان الستايلش دي، حتى الخامات ما سابوهاش في حالها. أولا تصميم العلبة زي ما احنا شايفين كده شيك قوي وشبابي جدا، بس خامة العلبة اللي محدش بيعمل بيها حاجة خفيفة شوية، ممكن نقول إنها نفس خامة علب الدواء كده. لما نيجي نفتح العلبة هنلاقي الساعة والكتالوجات والشاحن حاجة بسيطة جدا، بس الغريب في الموضوع إن الشاحن بتاعها عادي تقليدي. كنت متوقع انهم يعملوا الشاحن بنفس تصميم ولون الساعة علشان تبقى باكج واحدة. الساعة دي بتنزل بأربع ألوان مختلفة علشان تعرف الفرق كويس بين كل لون والتاني. كمل معانا الفيديو. أولا الساعة دي خامتها من الألمونيوم، وده بلونين اللي هما رمادي فاتح والتاني غامق. وبالنسبة للستراب فعاملينها بقى بأربع ألوان مختلفة اللي هما الرمادي الفاتح والغامق، ودول بيكونوا خامتهم من السيليكون الطري. واللونين التانيين هما البرتقالي والأزرق، بس دول خامتهم من الجلد. ركز معايا كده، هما مش عاملين الأشكال دي كده وخلاص، لا عيب، دول دارسين بره وجوه. اللونين اللي بستراب سيليكون هتلاقي البيزلز بتاعة الساعة مسطحة جدا زي ما انتوا شايفين كده، لكن اللونين التانيين اللي بستراب جلد هتلاقي البيزلز بتاعة الساعة فيها حتة دائرية شوية. وعلى فكرة البيزلز دي بتتفك وبتتباع لوحدها مع الاستراب الخاص بيها، يعني وقت ما هيهفك الشوق تشتري ساعة جديدة علشان تغير هتروح تجيب الاكسسوارات الأصلية أرخص من تمن الساعة بكتير. مش بقولك دارسين بره وجوه. بالنسبة لإمكانيات الساعة بقى فهي زي ما بتتمتع بتصميم رائع، فهي فيها شوية إمكانيات ما كنتش أتوقع إنها تبقى موجودة في ساعة بالسعر ده خالص. أول حاجة الشاشة بتيجي بحجم 1.32 بوصة من نوع أموليد، والإضاءة بتعلى وتوطى أوتوماتيك زي الموبايلات كده. ده غير إن الواتش فيسز اللي هي الخلفيات نازلة بأكتر من 100 تصميم تقدر تختار بينهم من جوه الأبليكيشن بتاعها. وكمان فيها 120 مود للرياضة علشان لو بتلعب اي لعبة تقدر تظبطها على اللعبة اللي بتحب تلعبها، وبتخليك تهتم بصحتك علشان بتوريك قياس الاكسجين اللي في الدم ووقت النوم والضغط ومعدل ضربات القلب، وده بفضل السنسورز الجبارة اللي فيها. ده غير سيستم الGPS اللي فيها، وكمان تقدر تتصل منها وتستقبل عليها مكالمات علشان فيها مايك وسماعة، وكمان صوتها واضح جدا جدا. تعالوا نسمع سوا. كله زي الفل. ايه بتعمل ايه؟ بعمل قهوة، اعمل لك. اعمل لي وانا جاي. صحيح، بالمناسبة تقدر تسجل فيها لحد 20 اسم.
الرسائل بقى موضوع تاني خالص. كل الساعات بتقدر تستقبل عليها الرسائل والاشعارات، يعني طبعا بيجيلك عليها كل الاشعارات اللي انت عايزها، وممكن تحدد انت عايز انهي تطبيق يبعت لك على الساعه وانهي تطبيق ما يبعتلكش من خلال تطبيق الساعه اللي على الموبايل. بس الجديد في الساعه دي انك تقدر ترد على الرسائل كمان اللي بتجيلك من على الواتساب مثلا، بس علشان خيالك ما يروحش لبعيد انت اللي بتسجل الردود اللي عايزها من على الموبايل ككويك ريبلاي علشان تقدر ترد بيها، لكن هي ما فيهاش كيبورد تكتب. هتقولي ما الاوبشن ده موجود في ساعات كتير، هقولك بس مش بالسعر ده. كمل معانا شويه كمان وهنقولك على السعر كام. نيجي بقى للزرار اللي في جنب الساعه. الزرار ده شكله شيك قوي، وبالذات لما عملوا فيها النقطه البرتقالي دي عكس الاصدار الاول بتاع الساعه اللي قبل دي. وبتقدر تستخدم الزرار ده في انك تعمل سكرول لتحت او فوق، او انك تدوس اوكي. صحيح نسيت اقول لكم ان الساعة دي ضد المية، يعني تقدر تغطسها لحد عمق تقريبا 1.5 متر لمدة 30 دقيقة كاملين. ده غير البطارية بتاعتها اللي حقيقي اتفاجئت بيها. البطارية هنا بتقعد حرفيا 11 يوم، يعني قريبة جدا لساعات تانية اغلى منها في السعر تقريبا 3 مرات. ولو زودت في الاستخدام شوية طبيعي الاستهلاك بتاع البطارية هيقل، هيبقى 9 ايام. ولو زودت اكتر وشغلت الجي بي اس هتفضل شغالة لحد 25 ساعة. ولو رخمت عليها قوي وفضلت تعمل مكالمات منها طول اليوم هتشتغل معاك 17 ساعة. اما بقى لو حطيتها على الباور سيفنج مود فهتقعد معاك لمدة 45 يوم كاملين، يعني معاك في كل الحالات وتحت اي ضغط شغالة ما بتقولش لا. ممكن برضو تتحكم في الميديا اللي شغالة على الموبايل، يعني تقدر تقلب وتقدم او تأخر او تعلي او توطي الصوت، وكمان تقدر تلقط بيها صور عن طريق كاميرا الموبايل من بعيد. ده غير الجيسترز التانية زي انك لما ترفع ايدك تنور لوحدها، وممكن تهز دراعك فترد او تكنسل مكالمة جايالك، وغيرها من الاكشنز الكتير اللي انت بتحددها. نيجي بقى لأهم نقطة وهي السعر. سعر الساعة دي عالميا هي $69، وموجودة هنا في مصر بسعر بيبدأ من 3750 جنيه لحد 5500 جنيه على حسب المكان اللي بتشتريها منه، لكن مفيش اي اختلاف في اي حاجة تاني خالص. وبالنسبة للضمان فكل مكان بيديلك مدة ضمان هو اللي بيحددها ضد عيوب الصناعة، بتبقى تقريبا من شهر ل3 شهور، لكن هي اصلا ضمانها دولي. بس كده خلاص، مستنياكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبه لك جديده ومذهله، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقه الجايه.